الله ما بغاناش نكونوا ضعاف. كان واحد الراجل مشى عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقول صلى الله عليه وسلم وقال ليه يا رسول الله نخلي الجمل ديالي بلا ما نربطه ونتوكل على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه واحد الكلمه عظيمه بزاف، اعقلها وتوكل، يعني ربط الجمل ديالك ومن بعد توكل على الله. هذا الحديث فيه واحد الحكمه كبيره. الله ما بغاناش نكونوا ضعاف، بغانا نسعاو وناخذوا بالاسباب ونخدموا، ولكن ما نعلقوش قلوبنا بالنتيجه، حيت بعض المرات كتكون انت باغي شي حاجه وقلبك متعلق بها بزاف، كتدعي الله وكتخدم باش توصل ليها، ولكن ربي كاع ما كيسر لك فيها. وفي ديك اللحظه انا حاسس بك اخويا ولا اختي بداك الاحساس اللي غادي تدوز منه، حيت انا طرات لي بزاف د المرات وحسيت بنفس الاحساس اللي دزتي منه نتايا. وتقدر توصل لواحد المرحله تبقى تقول علاش سيدي ربي علاش، استغفر الله العلي العظيم. ولكن خليني نقول لك واحد الحاجه، من كدوز واحد المده كتكتشف بوحدك ان الله كان حاميك من بزاف د الحوايج انت ما كنتيش ضارب ليهم الحساب، وان ربي باغي لك غير الخير. وفي ديك الساعه الا كنتي في شكل وصريح مع راسك غير بينك وبين راسك، ادير لك في راسك ديك وتقول الحمد لله ربي عارف اللي خير ليا واللي شار ليا، ولله الحمد.